هذا درس ريال مدريد وهاي فلافل. راح نسوي تحدي اللفات انا وخالو. وانت خالو ايش راح تسوي؟ انا راح اسوي فلافل. بما انه اكو تحدي يا عسوله فانا راح اتحداك بلفه ستيك. ويلا نبلش بالتحدي. ولهاي اللفه راح نحتاج خبز صاج واكيد ستيك وفلفل وطماطه وبعض الحبشكلات. فخلونا هسه نبلش باللفه. راح نقطع الخبز الصاج وراح نقطع الستيك بهاي الطريقه. هسه راح نخلي الطماطه والفلفل اكيد. شويه راح اخليه من الباذنجانيه واخير شيء راح اخلي الجبن المبروش على اللفه. وهسه راح نلف اللفه اللي احنا سويناها. تلفوها بهاي الطريقه. وهسه راح نكبسها بالطاوه الحاره. واللفه مالتي صارت جاهزه. ونقول بسم الله ونجهز لفة الفلافل مالتي. وأول شي رح نحتاج صمونة وصاص لأن خالي ما يحب العنبة وفلافل ومقبلات. وهسه فتحنا الصمونة ورح نخلي بيها الفلفولات. هسه رح ننوع الخالي بالمقبلات. هسه حنخلي القليل من الصاص. يعني شنو خالو هي قوة فوزك؟ وهسه كملت لفاتنا. انا سويت لفه صاج وعسوله شنو سويتي؟ سويت لفة فلافل وخالي راح يقيم لفتي وانا راح اقيم لفة خالي. يلا. وهذا الريال برعايه عصير مزاج. اشرب عصير مزاج. رايك صحيح باللفه عسوله؟ صراحة طيبة بس 8 من 10. 8 من 10. انا راح اعطيها 4 من 10. يعني هي لفة يعني معروفة فلافل شو تطيح لان هي بارده يعني سويتيها بارده. اذا هي اللفه بارده يعني جيد اعطيك 10 من 10. لازم لفه بارده. يلا دهاج غسل المواعين. يلا روح. يا شنو هو دائما اغسل انا المواعين؟